انه المنتخب لا زلت مصرا انا نقول لك منتخب متواضع جدا جدا. المنتخب المصري طبعا المنتخب الاسباني يعني سيعيد المنتخب المصري الى حجمه الطبيعي، وضعه في مكانه المناسب. رغم ان انا كنت بشجع اسبانيا، بس لعيبه اسبانيه اصلا مش طايقه اللعيبه المصريه، يعني موسكيرا وفيرمين لوبيز ومين تاني، هما الاثنين دول بس تقريبا اللي انا شايفاهم. يعني فيرمين لوبيز من ساعه ما نزل وهو مش طايق اللعيبه المصريه حرفيا، وبيمسكهم عمال يزق فيهم، وموسكيرا كل ما حد بيلمسه اصلا بيزقه، حرفيا بيزقه. وتحس ان الحكم هو اصلا قاعد مستني للعيبه المصريه على الغلطه علشان يدي انذار، يدي طرد، يعمل اي حاجه. انما اللعيبه الاسبانيه بيمسكوهم وبيزقوهم والكلام ده كله ومفيش اي حاجه، يعني عارفه مش بيتكلموا. شفت يا اسطى ماتش مصر واسبانيا؟ لعبنا معاهم ماتش جامد قوي. يا اسطى عملنا عليهم ماتش موت. ولا يهمنا بقى الواد لامين يامال ولا بدري ولا العيال بتاع برشلونه ده تاكل معانا يابا، دي احنا الفراعنه. الكره ما بتيجي معاه المدرج كله بيقوم يقف. ايه راح فين؟ الشيخ واقف ولا احنا يعني مش قد يلا ما تبحرقش. تسكت انت وتاريخك امام الاسطوره الحيه احمد فتوح. لا يا لمين، لا انت لو مفتكر فتوحه كاريراس ولا مفتكره نونو مينديز ولا مفتكره عيل من الباكات اللي انت بتعمل عليه الحركات بتاعتك دي تبقى غلبان. ده في مصيره يريدون الكره الذهبيه لامين يامال، هو فتوح حطه بجيبه. لامين يامال وين اليوم؟ وين قدام مصر؟ مختفي قدام فتوح. عمي فتوح طلعها من جيبه، طلعها من جيبك. لامين يامال لين عنده مباراة ويا برشلونة ضد اتلتيكو مدريد. استرها معانا يا رب. ولادة طبيعية بلاش قيصر. بيطفي النور ويقيدوه ليه؟ الدرتيكر داخل ما بنخافش، احنا الفراعنة. رجولة. فين لامين يامال؟ اهو فتوح موقفه ببرشامة ريفو ب2 جنيه وربع. تسلم للدماغ دي يا فتوح. ارجع بالاصطفه دي اللي عندنا مغشوش. الحمد لله ده مصطفى شبرشل. مصطفى بص دي ورقه على بياض، ادي امضتي ليه قرات على الطريق، والله حلال عليك. الحديث عن منتخب اسبانيا، منتخب اسبانيا فقد صداره الترتيب النهارده وتراجع للمركز الثاني بسببنا. يا استاذ لامين يامال، النهارده مصر في بيتك، خد بالك يا حبيبي، مفيش صاحبي في الملعب، مفيش صاحبي، ده مصر، ده مصر. جايلك يا لامين، جايلك.